جرب تتخانق مع مراتك وتكون حماتك على التليفون وسامعة كل حرف في خناقتكم علشان تشوف وتعيش جملة هفرج عليك أمة لا إله إلا الله. انا اتشتمت. وايه يعني؟ عشان انت المفروض راجل، والمفروض ان انت بتتحمل الحاجات دي بنفسك. احترمي نفسك. وش في وش هحاول بكل الطرق في مراجعتي للفيلم ده إني محرقش عليكم أي حاجة علشان أسيبكم تستمتعوا بيه زي ما أنا استمتعت بيه من غير ما حد يحرق عليا حاجة. قصة الفيلم بتتكلم عن زوجين بيتخانقوا والموضوع بيكبر، فأهل كل واحد منهم بيجي للبيت، ومع تطور الأحداث بيبدأوا يتخانقوا وصوتهم يعلى، فبيسمع الصوت كل سكان العمارة. مش بس سكان العمارة، ده الزوج كان متفق مع أصحابه يستنوه تحت البيت تحسبا لأي عوق من أي نوع، وبيسمعوا هما كمان صوت الخناقة اللي بدأ في شقة صاحبهم، فبيطلعوا بسرعة يوجبوا مع أصحابهم في الخناقة اللي فيها، وبيحاولوا يكسروا الباب، لكن الباب بيكون من الحديد وبيتقفل تماما وما بيقدروش إنهم يفتحوه، فبتتحول الشقة لسجن محبوس فيه عيلتين مش طايقين بعض، والمفروض إنهم ماشيين في إجراءات طلاق. الفيلم من بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، ومن تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، واللي الفيلم ده بيعتبر أولى أعمال المخرج في التأليف. بيشاركهم البطولة للفيلم كل من بيومي فؤاد، سامي مغاوري، أنوشكا، وسلوى محمد علي، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، أسماء جلال، خالد كمال، ومحمود الليثي، والرائعة صاحبة الدور المتميز جدا جدا في الفيلم ده دنيا سامي أو شيماء. بجد كانت رهيبة. الفيلم على مستوى القصة والحبكة فهو فيلم فعلا متميز، قدر يقدم الشخصيات بتاعته بشكل كويس جدا، وكمان يوريك منظور الزوجين لمشاكلهم وازاي كل واحد شايف ان التاني غلطان وان هو ما عملش اي حاجة. كمان اسلوب التصوير والاخراج مع الكتابة كويسة جدا للفيلم مش هتخليك تحس بملل لحظة. اي نعم احنا طول الفيلم في الشقة، لكن الاحداث بجد كتيرة جدا ومختلفة جدا ومجنونة جدا، بوجود شخصيات زي شيماء اللي قامت بدور الخدامة، أو محمود الليثي بدور سواق عيلة الزوجة، أو بوجود مصطفى غريب صبي الحداد اللي كان بيحاول يفتح لهم الباب. ده حكاية لوحده. ده الثلاث شخصيات دول قلبوا الفيلم حرفيا ضحك على كل مواقفهم. مفروض ليهم وقت ممتاز عشان يقدروا يحركوا الأحداث بالفعل داخل فيلمنا. الفيلم حقيقي استمتعت فيه كتير، ويحسب لمحمد ممدوح وأمينة خليل إنهم فاهمين كويس إن علشان الفيلم يبقى أقوى وأتقل إنه لازم يكون فيه أبعاد للشخصيات، وإن لازم يتفرد مساحة لغيرهم علشان يقوموا هما كمان بأدوارهم. الشيء اللي في الأخير هيخليك شايف قدامك منتج حقيقي متكامل. أنت شايف خناقة حقيقية لأشخاص حقيقيين ليهم أهل وأصحاب، وكل فرد في أهلهم وأصحابهم أنت هتشوف في الفيلم هو جاي منين ودوره إيه في حياة الزوجين دول بالظبط. مشكله الست انها مش راجل. برافو. فيلم هحب اشوفه فعلا تاني وتالت. نرجع لفيلمنا. احنا محبوسين في شقة فيها عيلتين بيلعنوا في سلسفيل بعض، وفي خدامة دورها عادي جدا لحد ما بيحصل انها بتاخد حاجة بالغلط فبتقلب الفيلم كله، وفي سواق مسطول كل دوره في الفيلم انه يزق الاحداث لاماكن جديدة بس من غير ما يقصد، وصبي حداد واقف بره الشقة بيحاول يفتح الباب، بس هو حرفيا جاب الضغط لكل واحد كان واقف ومستنيه يفتح الباب. ده اغرب موقف اتعرضت له في مجال عمل، عيلتين يبان عليهم الاحترام. اخيرا كتابة عدلة الفيلم. ده احنا ورمنا نكمل الفيلم بجد، وانت بتتفرج عليه هتنسى بعد شوية انه فيلم، وهتعيش معاهم كأنك فرد في الشقة، لانك بجد شايف ناس حقيقيين قدامك. كمان لما الاحداث بتبدأ تهدى، هي ما بتهداش بسبب انهم لا سمح الله عقلوا او بيحاولوا يلاقوا حل بجد لا خالص. الاحداث لما بدأت تهدى كان بسبب ان كل اللي في الشقة تعبوا بجد من كتر الخناق، وبشكل طبيعي بحت قرروا بدون اي اتفاق انهم ياخدوا هدنة. وهنا يبدأ مخرجنا الجميل في انه يستغل فرصة الهدوء دي ويبدأ يوريك حوارات حلوة جدا بين الشخصيات اللي كانت بتدي بعض بالجزم من شوية، في استغلال كامل لوضعهم اللي بقى أشبه بالفراخ الدايخة، فبيضطروا إن هم يسمعوا لبعض
وتبدأ الأمور بهدوء تتحل حتى لو بشكل جزئي. الفيلم ممتع وجميل، وكمان بيناقش حاجة ملايين البشر بتعاني منها، ألا وهي تدخل الأهالي في حياة ولادهم بعد الجواز. وعندي رأي شخصي في نقطة تدخل الأهالي في حياة أولادهم بعد الجواز عاوز أتكلم فيها معاكم، فهسيبها لنهاية الفيديو للي مهتم بالنقطة دي. الفيلم زي ما قلت لكم ممتع وجميل، وارشحه ليكم بجد إنكم تشوفوه. وتقييمي لفيلم وش في وش هو 7.5 من 10. لايك وسبسكرايب بقى عشان نستمر. ونيجي بقى للرأي اللي ممكن يكون جاد شوية وبعيدا تماما عن الفيلم نفسه، لكن مش بعيد عن المشكلة اللي بيطرحها، واعتبروها دردشة، بس تعالوا نخليها دردشة مفيدة بجد. الزواج ده علاقة مقدسة لازم تستند للحب والاحترام والتفاهم، وخطر جدا تدخل الأهل في حياة الزوجين. ومهم لأي زوجين إنهم يحددوا سبب تدخل أهاليهم في حياتهم علشان يقدروا يواجهوا السبب ده. هل هي العادات والتقاليد اللي بتلزم أهاليكم إنهم يديروا لكم حياتكم وما بيحسوش إن ده تدخل منهم، ولا الحب والقلق اللي بيدفع أهاليكم للتدخل في حياتكم، ولا الغيرة والحساسية اللي بتحصل وسط العيلة بسبب ارتباطكم فبيبدأوا بكل الطرق يتدخلوا في حياتكم عشان يخربوها عليكم. لازم تبقى فاهم سبب التدخل صح عشان تعرفوا تواجهوه، وإياكم تخافوا ترسموا حدود حقيقية لعيلتكم، سواء من باب احترامهم أو إنكم مش عاوزين تزعلوا أهاليكم منكم، لأن في النهاية اللي هتخرب هي حياتكم انتم. ولو حاولتم تلوموا حد بعد كده على حياتكم اللي باظت هتستغرب جدا من حجم الإنكار اللي هيواجهك بيه. لازم ترسم للكل حدود واضحة من البداية، وفي نفس الوقت تبقى قادر تفرق بين التدخل والنصح علشان تقدر تستفيد من خبرة أهلك ونصايحهم ليكم بدون أي مساس نهائي بخصوصية بيتك أو أهل بيتك. كمان شيء مهم وأخير، لازم تتفق أنت وزوجتك اتفاق دائم إنكم لازم تكونوا على نفس الرأي في مواجهة أي تدخل من الأهل. ما ينفعش ترفضي تدخل أهله لكن تقبليه من أهلك، والعكس. التدخل لازم يكون مرفوض جملة وتفصيلا، ولازم تتفقوا وتفكروا نفسكم كل فترة إن مهما كانت مشاكلنا لازم نحلها بأكبر قدر من الهدوء، بعيدا عن أي كلام فاضي ممكن يخرج مننا فيسبب تعقيد الأمور مش حلها. وبس كده، شكرا ليكم على مشاهدتكم يا جماعة، ولكل اللي وصل لنهاية الفيديو ده فبجد شكرا ليك على اهتمامك. سلام.